صباح الخير عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. هنا مانيش عارفه الا كانت بانت لكم هذه الفكره ولا لا. انا اليوم رايحه ندير بوراك بخبز التاكوس. هنا عندي صوص باربيكيو، عندي فرomاج بيتزا، وعندي مايونيز منزليه. لا فارس نتوما واللي راه متوفر عندكم. انا فضلت اني نديرها بلي فريت والدجاج. كيما راكم تشوفوا هنا اي نوع، حتى هذاك النوع النوعيه اللي ماشي شابه، اللي يجي شويه ناشف وهكا تلقوه يتكسر معاكم نورمال تقدري تستعمليه. وبالنسبه للشكل، اما ديريها حبه كبيره وديريها شكل مثلث، ولا تقسمي الحبه كيما اللي نستعملوا الحبه تاع الديور. هنا استعملت هاد الحبة اللي قلت لكم تتكسر. انا قسمتها على 2 ودرتها على الجهة اللي تكون طايبة، باش هذيك الجهة الخضراء هي نخليها في المقلاة. فاغسوها بأي شيء متوفر عندكم، ووضعوها في مقلة فيها شوية نتاع الزيت. وهاد المقلاة كنت طيبت فيها الدجاج، دونك انا خليته هذيك شوية نتاع الزيت وضفت عليها الحبيبات نتاوعي. المهم غطوها وخلوها تزيد الطيب على نار متوسطة ولا هادئة. فوالا نكمل قاع الحبيبات اللي عندي ونغطيها. شوفوا النتيجة كيفاش راه مقرمش وما يرفد لكمش الزيت. خير من اللي تستعملوا هذاك الديور وتقعدي تلفيه فيه وياخذ منك الوقت. هذا بزاف خفيف وسهل. ديري جواز مع الحريرة ولا لاصو. شوفوا كيفاش راه المنظر تاعه شهيتكم في الجنه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ورايحه نقسم معكم الحبه باش تشوفوا القرمشه والطراوه نتاعه. فوالا شوفوا كيفاش راه طري. المهم يطيب على نار متوسطه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ضغطوا على جيم واشتراك، والا كنتوا عادة ما اشتركتوش في القناه.